في تاريخ الحروب اتعرفت المجموعات العسكرية، يعني مثلا تلاقي مجموعة القناصة، مجموعة المدرعات، مجموعة المشاة وهكذا. لكن عمرك سمعت عن مجموعة الشواذ أو مجموعة الحرامية؟ هحكي لك النهاردة عن أغرب التشكيلات العسكرية في التاريخ. لكن الأول انزل اعمل لايك للحلقة واشترك في القناة. في الحرب العالمية الثانية انجلترا تستخدم جيش الاشباح، الفرقه اللي نفذت مهمتها بنجاح واللي كانت تابعه للوحدات الخاصه في الجيش البريطاني. جيش الاشباح كان فيه 1100 جندي. الفرقه دي تدريباتها القتاليه كانت بسيطه، كانت عباره عن مهندسين ورسامين وفنانين ومختصين اذاعه. مهمتهم كانت تضليل وخداع الجيش النازي. الفنانين والشخصيات الاعلاميه اشتغلوا على الاشاعات، خصوصا اللي هتأثر على معنويات الجيش النازي. يعني استخدموا معدات مزيفة زي الدبابات والمدفعيات والطيارات الوهمية، وكمان مكبرات الصوت عشان تعمل صوت وضوضاء يخوفوا الألمان. بسبب ده انسحب الجيش الألماني في مرة من أرض المعركة، لأنه تصور إن في وحدة قوامها 30 ألف جندي هتهجم عليهم. وكمان الوحدة زودت الجيش البريطاني بدبابات منفوخة ومعاها عربيات وطيارات تتنفخ بالضغط الهوائي، وده كان تمويه علشان طيارات الجيش النازي. وقدروا يخترقوا شبكات الراديو اللاسلكية، وكانوا بيبعتوا رسائل مزيفة للجيش النازي، وده ساعد بريطانيا في معارك كتير انتصرت فيها. المجموعة التانية كانت ال 13 القذرين، واسمهم ما كانش صدفة، كانوا 13 جندي مجانين مفيش أي قانون قدر يقف قصادهم. حلاوتهم أصلا إن هم ما كانوش بيسمعوا الكلام، كانوا فريق مظلات أمريكي في الحرب العالمية التانية. في معركة نورماندي فجروا جسر الإمدادات الألماني وتكلفوا بمهمات خطيرة وضرورية، وكان ليهم حرية التصرف والتعامل، وده بخلاف وحدات الجيش التانية الفرقة التابعة للجيش الأمريكي اللي حارب في أوروبا مع إنجلترا وفرنسا. سكناتهم العسكرية كانت حالة من الفوضى، ومن هنا جه اسمهم. كانوا بيسرقوا مركبات عسكرية ويفجروا سكنات عسكرية للعدو لمجرد المتعة، وكان تدريبهم على تدمير الأهداف العسكرية الألمانية. منهم اللي وقع في الأسر أو اتصاب، لكنهم في النهاية كانوا بيتموا مهمتهم على أكمل وجه. أكتر حاجة شهرتهم هي جزرتهم، ما كانوش بينضفوا أو يستحموا، وكانت عاداتهم غريبة في الأكل. أوقات في الحرب بتجيب لك مجموعة تنفذ لك عملية بعينها، وينجحوا في العملية دي بكل سهولة. من الفرق دي كانت مجموعة حرامية ميريل، واتسموا على اسم العميد ميريل القائد بتاعهم. استعان بيهم قائد المنطقة الشمالية للقوات العسكرية الأمريكية، وكانت المهمة خلف خطوط القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية. روزفلت طلب متطوعين للمهمة الخطيرة، وتقدم أكتر من 3000 جندي. تم اختيار منهم 6 فرق مكافحة، كل فرقة كان فيها 400 جندي، وكل مهمتهم كانت خلف خطوط العدو زيهم زي القوات الخاصة. سنة 1943 يتعين عليهم القائد ميريل، والمهمة استنزاف الجيش الياباني في بورما، وفضلوا يحاربوا لمدة 5 شهور، وحاربوا الجيش الياباني في 5 مواجهات مباشرة. في الفترة دي ميريل جاله أزمة قلبية، وسنة 1944 تتحل الفرقة ويتبقى منها حوالي 200 جندي. الحكاية دي بتفكرني بالفيلم الأمريكي سوسايد سكواد، واللي تم انتاجه مرتين تبع شركة دي سي. اما اخر فرقة معانا هي فرقة الاثار العسكرية. في الحروب بتكتر سرقة الاثار وتهريبها، خصوصا في البلاد اللي بتبقى الحرب على ارضها. اتكونت الفرقة دي في الحرب العالمية الثانية، واللي كونها معسكر الحلفاء بقيادة انجلترا. وما كانش هدف الفرقة دي حماية الاثار من السرقة، ده كمان البحث عن الاثار المسروقة مرة تانية. الفرقة اللي اتكونت من 345 عسكري، وكانوا رجالة وستات من 13 دولة، وكلهم من المؤرخين للفن وأمناء المتاحف وعلماء الآثار، وقدروا يحافظوا على آثار كتير من السرقة والتدمير. طبعا احنا عارفين انها اصلا كانت آثار مسروقة، والدول الاستعمارية احتفظت بيها في المتاحف بتاعتها زي انجلترا وايطاليا وفرنسا. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.